لو كان نزل من سنة واحدة بس كنت هتلاقي سعره ما بين 12 و 13 ألف جنيه، لكن سعر الموبايل دلوقتي في مصر وقت نزول الفيديو 19 ألف جنيه. طبعا كلنا عارفين السبب في رفع أسعار كل حاجة في مصر في الشهور الأخيرة، وهناخد وقت عقبال ما نتعود على أسعار الموبايلات الجديدة. ولكن لما هتيجي تبص لسعر الموبايل الحالي هتلاقيه كويس جدا بالنسبة للموبايلات المنافسة. أشهر موبايلات بتنافس شاومي 12 تي برو في السعر ده هي سامسونج S22 وأوبو رينو 8 برو وان بلس 10 برو. أنا جربت الموبايل لمدة أسبوع تقريبا، وهقسم لك المراجعة كالتالي. هنبدأ كالعادة بالمزايا القوية، وهقول لك على 7 مزايا عجبوني في الموبايل غالبا هيكونوا هم السبب لو فكرت تشتريه، وبعدين هقول لك على تجربتي مع حاجات مهمة زي البطارية والشبكات وصور الكاميرات، وفي الآخر هقول لك على 6 عيوب أو 6 حاجات ممكن ما تعجبكش في شاومي 12 تي برو. بس قبل ما نبدأ عايزك تنزل تعمل لايك لأنه بيفرق كتير في انتشار الفيديو، وطبعا لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس. قبل بس ما نبدأ المراجعة أنا حابب أعرفك على صفحة هارموني واللي أنا اشتريت منها الموبايل اللي معانا النهاردة. هارموني في الأساس محل موجود تقريبا في السراج مول، ولكن عندهم صفحة على الفيسبوك، والحقيقة أسعارهم مميزة جدا ومن أسرع الأماكن اللي بيجيب الموبايلات الحديثة. يعني مثلا جوجل بيكسل 7 برو كانوا هم أول محل يجيبوا، الآيفون 14 كانوا هم من أول المحلات اللي جابته. ده غير إن عندهم نظم كتير للدفع، يعني ممكن تدفع كاش، ممكن تدفع بالكريدت كارد أو تقسيط. أنا طلبت الموبايل منهم من خلال الصفحة وبعتولي الموبايل لحد البيت ومع المكنه اللي دفعت فيها بالكريدت كارد. فالحقيقه هم بيقدموا خدمه مميزه جدا، وانا بدعوكم انكم تدخلوا على الصفحه بتاعتهم وهتلاقوا الرابط تحت الفيديو. هنبدأ بالمزايا القوية، وطبعا أول حاجة لازم نبدأ بيها هي المعالج ومواصفات الأداء. لو اشتريت شاومي 12 تي برو هيبقى معاك تاني أقوى معالج أندرويد في العالم، سناب دراجون 8 بلس الجيل الأول مع 12 جيجا رام من نوع سريع DDR5 وذاكرة داخلية 256 جيجا نوع سريع برضه UFS 3.1. الحقيقة أنا أول مرة أجرب موبايل يديني تقييم على أنتوتو أكتر من 1,000,000 نقطة، وتقييم الموبايل أعلى من الموبايلات المنافسة حتى اللي فيها نفس المعالج. طبعا انا مش محتاج اكلمك على الاداء لانك اكيد مش متوقع غير ان اقول لك انه سريع جدا. التصفح وفتح وقفل التطبيقات بيتم بمنتهى السلاسه. المعالج مش فارق معاه خالص واجهه شاومي اللي كلها انيميشنز، وطبعا ده المعالج المثالي لو استخدامك تقيل او بتفتح تطبيقات كتير في نفس الوقت، فتجربه الاداء ما فيهاش كلام. اما جزئيه الجيمز والالعاب فانت واخد الجي بي يو الاقوى من شركه كوالكوم وهو ادرينو 730. لعبه كول اوف ديوتي بتشغلها على اعلى جرافيك وفريم ريت بشكل سلس جدا، ولعبه بابجي شغاله معاك لحد الترا اتش دي جرافيك اكستريم فريم ريت. طبعا المعالج يقدر بسهوله على 90 فريم، ولكن لسه ما تعملوش اوبتمايزيشن من مطورين اللعبه. باختصار انت واخد في شاومي 12 تي برو اعلى مواصفات اداء ممكن تاخدها بالسعر ده. اما تاني ميزة قوية معانا في الموبايل هي حاجة بتتفوق برضو على كل المنافسين، وهي قدرة الشحن. الموبايل جاي بقدرة شحن 120 واط، اقرب منافس ليه جاي بقدرة شحن 80 واط. شاومي 12 تي برو بيشحن من 0 لحد 100% في حوالي 20 دقيقة، ودي ميزة كانت مريحاني جدا في الاستخدام، وما كنتش بحمل هم ان البطارية تخلص لان 5 دقايق بس كانوا بيشحنوا حوالي 30% من البطارية. وصلنا لثالث ميزة قوية معانا وهي التجربة الصوتية في الموبايل. مش محتاجين نقول ان شاومي 12 تي برو جاي طبعا بسبيكر ستيريو، الصوت بيطلع من السماعة السفلية وسماعة المكالمات في نفس الوقت، ولكن القوة هنا انك هتاخد افضل صوت سبيكر تقريبا في السعر ده، وده من حيث الجودة ودرجة العلو. الصوت هنا معمول له معايرة من شركة هارمان كاردون المشهورة بصناعة الصوتيات وسماعات المسرح المنزلي. ده غير ان خاصية الدولبي اتموس موجودة هنا كمان وشغالة مع السبيكر مش بس مع الهاند فري، وبتفرق كتير في جودة وعلو الصوت. وبمناسبة الهاند فري واللي بتشتغل من خلال منفذ التايب سي بتديك هي كمان صوت قوي جدا. التجربة الصوتية في شاومي 12 تي برو تجربة ممتازة. اما رابع ميزة قوية وواحدة من الحاجات اللي شاومي بتسوق للموبايل من خلالها هي الكاميرا الخلفية الأساسية. دقة الكاميرا 200 ميجا بكسل، طبعا تفاصيل كتير جدا لما بتستخدم وضع ال 200 ميجا، وفرق عن الوضع العادي في حالة لو عملت زوم قوي للصورة، ولكن مساحة الصورة بتوصل احيانا ل 70 ميجا بايت وده رقم كبير، فانصحك انك ما تفعلش وضع ال 200 ميجا الا لو محتاجه. اما من حيث معالجة الالوان فالحقيقة هي ممتازة وبتنافس بقوة كاميرات قوية زي اللي جربناها مثلا في اوبو رينو 8 برو. الالوان مظبوطه والصوره منوره وشارب،
وفتحة العدسة هنا واسعة جدا 1.7. تعامل الكاميرا مع الإضاءات العالية في الخلفية تعامل ممتاز. خاصية العزل شغالة سوفت وير، مفيش كاميرا مخصصة للعزل، ولكن شغالة بكفاءة عالية جدا وبتحدد الأطراف بدقة. ولكن من أهم مزايا الكاميرا هنا هو التصوير في إضاءة ضعيفة، وخصوصا مع تفعيل الوضع الليلي، واللي بيدي واحدة من أفضل النتائج اللي جربتها، وبيحسسك إن إضاءة المكان عالية أصلا. كاميرا شاومي 12T الأساسية من أقوى كاميرات الفئة السعرية دي. الميزة الخامسة القوية ليها علاقة برضو بالتصوير، وهي المثبت البصري والإمكانيات اللي بيديها لك الموبايل في تصوير الفيديو، واللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. ده تصوير فيديو بموبايل مي 12T برو. الموبايل بيصور فيديو بالكاميرات الخلفية لحد دقة 8K مش 4K، 8K على 24 فريم في الثانية، وبيصور بالكاميرا الأمامية لحد دقة فول HD على 60 فريم في الثانية. الموبايل بيدعم طبعا التثبيت البصري، وده متوقع جدا في الفئة السعرية اللي فيها الموبايل. وطبعا من ضمن المزايا المتوقعة وجود خاصية الدول فيديو، بتصور بالكاميرا الخلفية والكاميرا الأمامية في نفس الوقت، سواء بيقسم الشاشة ما بين الكاميرتين أو إنه بيخلي كاميرا منهم في جزء صغير على الشاشة، وأنت اللي بتتحكم في مكانه على شاشة الموبايل. طبعا من ضمن المميزات اللي موجودة هو وضع البرو في تصوير الفيديو للكاميرا الخلفية، واللي بيخليك تتحكم في حاجات كتير جدا بشكل يدوي، سواء في الإضاءة زي ما احنا شايفين أو في الأيزو أو في الفوكس مثلا. ده غير إن الوضع الليلي شغال كمان مع تصوير الفيديو، وبيفرق كتير في جودة وإضاءة الصورة. أما سادس ميزة قوية معانا، وهي حاجة غريبة وجديدة على شاومي، وهي أداء بصمة الشاشة. الموبايل جاي ببصمة مدمجة في الشاشة، وتجربتي مع بصمات الشاشة في شاومي زي ما قلت لكم قبل كده كانت تجربة متواضعة، لكن سواء في 12T أو في 12T برو، شاومي بتقدم واحدة من أفضل وأسرع بصمات الشاشة، وبتتفوق على بصمات سامسونج، وبتنافس بصمات قوية زي اللي موجودة في موبايلات أوبو مثلا. وبمناسبة البصمة، لازم آخر ميزة قوية معانا تكون شاشة الموبايل. حجم الشاشة كبير، حوالي 6.7 بوصة، ونوع الشاشة أموليد. دقتها ما بين فول HD و 2K، وبتيجي بتردد 120 هرتز. الحقيقة تجربة المشاهدة هنا ممتازة، تفاصيل كتير وتشبع ألوان قوي جدا، مع دعم الخاصية ال HDR 10+. ده غير وجود اوبشنز واختيارات كتير السوفت وير بيديها لك في مشاهدة الفيديوهات، زي إنك تزود الريزوليوشن لحد 2K عن طريق الذكاء الاصطناعي، أو إنك تغير تون الألوان في الصورة ما بين اختيارات كتير، أو إنك تقدر تعمل زوم أثناء مشاهدة الفيديوهات، وحاجات تانية قوية جدا. يمكن الحاجة اللي كنت أتمنى إنها تزيد شوية هي شدة الإضاءة في الشاشة، وده لأن أقصى إضاءة ليها حوالي 900 نتس. هو رقم كويس والإضاءة قوية، ولكن معظم الشاشات المنافسة بتوصل ل 1300 نتس في شدة الإضاءة. وبالنسبة للتردد ال 120 هرتز هنا باين بوضوح، وعامل فرق فعلا في سلاسة الانتقال ما بين المشاهد، وبيبقى مظبوط على وضع يغير التردد بشكل تلقائي علشان يوازن مع استهلاك البطارية، ولكن ممكن طبعا تثبته على 120 هرتز لو حابب. واخر ميزة في الشاشة هي وجود خاصية الاولويز اون ديسبلاي، مع وجود انيميشنز مختلفة بتنبهك لما يجيلك اشعار. كده خلصنا المزايا القوية، وهندخل على تجربتي مع حاجات مهمة زي البطارية والشبكات وصور الكاميرات. بس ما ينفعش تكون وصلت معايا لحد هنا ولسه ما عملتش لايك للفيديو ولا اشتركت في القناة. أول حاجة عايز أكلمك بسرعة عن التصميم. تصميم الموبايل بشكل عام كويس، واجهة أمامية بحواف قليلة جدا من الأربع جهات، مفيش حافة سفلية كبيرة، ونوتش بانش هول بحجم صغير، ظهر زجاجي بانعكاسات قوية مع الضوء، وتصميم شيك لفريم الكاميرات. بس الفكرة إنك ممكن تاخد نفس التصميم بالظبط بسعر أقل 4000 جنيه، وهو شاومي 12T العادي. فكان يفضل إنهم يميزوا تصميم النسخة البرو عن النسخة العادية، خصوصا مع وجود موبايلات منافسة زي سامسونج S22 واللي بيقدم نفس خامات التصنيع تقريبا، ولكن سمك الموبايل اقل من شاومي بحوالي 1 ملي، ووزن الموبايل اقل بحوالي 40 جرام. فالتصميم هنا كويس، لكن مش هو الافضل في السعر ده. ندخل بقى على حاجة مهمة، وهي استهلاك البطارية. حجم البطارية هنا زي النسخة العادية 5000 ملي امبير. برضو ما قدرتش اعرف من خلال الاعدادات البطارية ادتني كام ساعة شاشة مفتوحة، ولكن باستخدام متوسط وعلى تردد شاشة عالي، الموبايل هيقعد معاك في الشحنة الواحدة من يوم ليوم ونص تقريبا، وده معدل استهلاك كويس. نيجي بقى لحاجة مهمة واللي فيها مفاجأة غريبة على شاومي، وهي تجربة المكالمات. بالنسبة لشبكة المكالمات في الموبايل كانت قوية ومستقرة معايا خلال فترة التجربة. صوت سماعة المكالمات عالي وواضح ونقي، والموبايل كمان فيه مايك للضوضاء بحيث الصوت يوصل للي بيكلمك بشكل أوضح لو كنت بتتكلم في مكان دوشة. ولكن المفاجأة هنا والأهم من كل ده إن الموبايل جاي بمستشعر تقارب حقيقي، على عكس معظم موبايلات شاومي اللي بتعتمد على السوفت وير فقط، وده مخلي أداء الاستشعار ممتاز، والشاشة مش هتفتح طول ما الموبايل على ودنك.
الموبايل بيدعم خاصية تسجيل المكالمات، ولكن بيتم إبلاغ الطرف الثاني لما بتبدأ تسجل المكالمة. نيجي بقى لشبكة الواي فاي واللي أدائها كان ممتاز برضه. الموبايل شغال بنظام واي فاي 6، بيلقط من على مسافات بعيدة وأداؤه مستقر جدا. باقي الحاجات هي نفسها اللي موجودة في النسخة العادية، زي إن الموبايل فيه مستشعر الاي ار بتاع شاومي، واللي بتقدر بيه إنك تستخدم الموبايل كريموت كنترول لأجهزة كتيرة جدا. والموبايل بيدعم وجود مستشعر ال NFC، واللي بدأ يكون له استخدامات كتير دلوقتي. ده غير إنه بيشتغل مع شبكة ال 5G لو كانت موجودة في البلد اللي انت عايش فيها. كذلك برضو بيجي مع الموبايل كل حاجة في العلبة، الشاحن طبعا مع كابل الشحن، كفر يحمي الظهر، سكرين بروتكتور ملزوقة على الشاشة. وصلنا لآخر حاجة معانا في التجربة قبل ما نقول العيوب، وهي صور باقي كاميرات الموبايل. الكاميرا الخلفية التانية في شاومي 12T برو هي كاميرا عريضة وايد انجل بدقة 8 ميجا بكسل، ومع ان معالجة الوانها حلوة وقريبة من الكاميرا الاساسية، ولكن احنا ما حطيناهاش من ضمن المزايا القوية لان دقتها 8 ميجا بكسل فقط، وده قليل في الفئة السعرية دي. الوضع الليلي شغال مع الكاميرا العريضة وبيفرق جدا لو بتصور في إضاءة ضعيفة. طبعا انت مستنين اكلمك عن كاميرا السيلفي، ولكن هي للأسف أول عيب من عيوب الموبايل واللي هنتكلم عنهم دلوقتي. كاميرا السيلفي هنا دقتها 20 ميجا بكسل، تفاصيلها كويسة، ولكن معالجة الألوان فيها ما عجبتنيش خالص، بمعنى إنها مش مناسبة تماما لموبايل في السعر ده، وكل كاميرات المنافسين تقريبا بتتفوق عليها. دي مثلا مقارنة مع كاميرا اوبو رينو 8 برو، واللي هي برضو مش أفضل كاميرا سيلفي في السعر ده. هيبان ده معاك أكتر في التصوير في إضاءة ضعيفة، والفرق طبعا واضح جدا لصالح كاميرا الرينو. أما العيب التاني في شاومي 12T برو هو إنه لا يدعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IP67 أو 68. موبايلات زي سامسونج S22 وون بلس 10 برو الاتنين بيدعموا مقاومة الماء بشهادة IP68. أما العيب الثالث برضو حاجة كان لازم تكون موجودة في موبايل بالسعر ده، وهي الشحن اللاسلكي. الموبايل مفهوش شحن لاسلكي، والموبايلات المنافسة بتحتوي على شحن لاسلكي. بقية العيوب هتهم بعض الناس فقط، زي إن الموبايل مفهوش مخرج سماعة 3.5 مللي، وزي إنه لا يدعم تركيب كارت ميموري، بالتالي هتعتمد على المساحة الداخلية فقط. وآخر حاجة إن الموبايل مفهوش راديو FM. دي كانت تجربتنا لوحش شاومي 12T برو. ما تنساش تدخل على صفحة محلات هارموني، والرابط هتلاقيه تحت الفيديو. مستني تعليقاتكم وأسئلتكم في الكومنتات. أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.